امتى تقول ان السهم اللي نازل ده فرصة شراء؟ الاتجاه الصاعد او الاب ترند مش معناه خالص ان كل الشموع خضراء، ده مستحيل. الاتجاه الصاعد بيتحدد بطريقة هندسية واضحة جدا اسمها قمم وقيعان صاعد. يعني ايه بقى الكلام ده؟ السعر يطلع ويعمل قمة وبعدين يريح شوية ويعمل قاع، وبعدها يطلع تاني ويكسر القمة اللي فاتت ويعمل قمة اعلى منه، ولما ينزل يعمل قاع اعلى من القاع اللي قبل. طول ما السلم ده شغال قمة اعلى من قمة وقاع اعلى من قاع، يبقى احنا في اتجاه صاعد قوي، واي نزول بيحصل في الحالة دي بيكون تصحيح مؤقت مش بداية انهيار. يعني فرصة تشتري وتزود كمياتك، لان الاتجاه العام لسه مكمل لفوق. الخطر الحقيقي يبدأ بس لما السلسلة دي تتكسر والسعر يفشل انه يعمل قمة جديدة اعلى من اللي قبلها. هقول لك مثال واقعي، زي واحد طالع سلم العمارة، يطلع 10 سلالم ويقف ينهك شوية ويريح، ده مش نزول، وبعدين يكمل تاني يطلع 10 سلالم كمان. طول ما هو بيقرب من الدور الاخير يبقى هو في اتجاه صاعد، حتى لو وقف يريح في النص. اسمع الخلاصة من اخوك درويش: الاتجاه الصاعد هو سلسلة متصلة من القمم والقيعان المتصاعدة، حيث يكون كل قاع جديد اعلى من القاع السابق له. وخلي بالك ان دي مش نصيحة استثمارية. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.